تخيل معايا إحساس صغير جدا يطلع فجأة مرة واحدة كده في صدرك. تلاقي دقة قلبك بقت زيادة شوية، شد بسيط كده في الرقبة، وفكرة تيجي بسرعة قوي. هو في حاجة غلط؟ الموضوع بيبدأ كده بالظبط، إشارة تحذيرية عادية جدا من دماغك، لكن بعد دقايق ممكن تلاقي الإشارة دي تحولت لكائن ضخم قاعد جواك، بيكبر مع كل تفكير وبيسحبك من يومك، من تركيزك، من نومك. النهاردة هنفهم إزاي القلق بيتحول من إحساس بسيط لوحش داخلي، وإيه اللي بيحصل في دماغك بالظبط، وإزاي تكسره قبل ما يكبر. 3 خطوات عملية بسيطة جدا، وخلينا نبدأ من الأول. القلق في حد ذاته مش عدو. القلق وظيفة دماغك إن هو عنده نظام إنذار، زي جهاز إنذار الحريق كده. أول لما بيلاقي احتمال للخطر، حتى لو الاحتمال ده ضعيف جدا، بيبعت إشارة: خليك صاحي. المشكلة مش في الإشارة، المشكلة إننا ساعات بنسيب الإنذار ده شغال طول الوقت حتى لو مفيش حريقة. طيب ليه الإنذار بيفضل شغال؟ هنا بقى بيظهر دور التفكير الزائد. التفكير الزائد بيعمل حاجة خطيرة جدا، إن هو بيحول احتمال صغير إلى سيناريو كامل، وبعدها بيبدأ يعامله كأنه هو حقيقة. مثلا أنت بعت رسالة لشخص مهم والشخص ده اتأخر عليك في الرد. الإشارة الأولانية اللي بتيجي لك في دماغك هي إيه؟ يا ترى هو الراجل ده مشغول؟ بعدها عقلك بيبدأ يفتح شاشة السيناريوهات: أكيد زعل، أكيد فهمها غلط، أكيد أنا قلت حاجة مش مناسبة، أكيد العلاقة دي هتبوظ، أكيد أنا هخسر الشغل أو الفرصة دي. في لحظة بتلاقي جسمك بدأ يتصرف كأن في كارثة حصلت، تبدأ تتوتر وتعرق وشد في بطنك وقلق وانت نايم، في عصبية كتير. هنا نخش في المصطلح المهم اللي احنا نعرفه، اللي هو تضخيم المعرفي. يعني ايه؟ يعني عقلك بياخد فكرة أو إحساس صغير ويبدأ يكبره بعين مكبرة، اللي هي عدسة مكبرة يعني، فيبان أكبر وأخطر من حجمه الحقيقي. التضخيم المعرفي بيظهر غالبا في 3 أشكال مشهورين. أول شكل واحد إن هو تضخيم الاحتمال، يعني حاجة حصلت بنسبة ممكن تحصل بنسبة 10%، في دماغك يعملها كأن هي 90%. زي واحد مثلا حاسس بنغزة في صدره فيفكر فورا إن دي جلطة، رغم إن الاحتمالات كتير قوي: إجهاد، أو قلة نوم، أو شد عضلي، أو قلق. أصلا تاني شكل بقى تضخيم النتائج، حتى لو الحاجة حصلت دماغك بيبدأ يبالغ في عواقبها. لو اتلخبطت في الكلام فالناس هتفتكرني فاشل، وهو ده اللي هيبوظ مستقبلي. في الواقع ممكن حد يضحك ثانية وبعد كده ينسى بعد دقيقتين، حاجة طبيعية. تالت شكل اللي هو تضخيم الإحساس نفسه، يعني الإحساس يبقى مجرد توتر طبيعي فتفسره كدليل على إن في خطر حقيقي. يعني أنا قلبي بيدق، يبقى أنا المشكلة فيا أنا، مع إن ضربات القلب ممكن تزيد لمجرد قهوة، حطيت شوية بن زيادة، أو حتى طلعت على السلم، أو الحماس واخدك وأنت بتتفرج على جون في ماتش. خليني أديك مثال حياتي واقعي جدا. تخيل يوم قبل الامتحان أو قبل مقابلة شغل. الإشارة الطبيعية: أنا متوتر فأنا لازم أراجع. لو أنا استخدمت القلق صح، هتذاكر وهتجهز وهتنام بدري والدنيا تمام. لكن لو دخلت التفكير الزائد أو دخلت الموضوع ده في التفكير الزائد، هتبقى أنا مش جاهز، فأنا هتلخبط، هما يكتشفوا إن أنا مش شاطر، أنا أصلا حظي وحش. فتلاقي نفسك بدل ما أنت قاعد بتذاكر بتلف في البيت، أو بتهرب من المذاكرة، أو بتفتح السوشيال ميديا. ما هو هروب بقى. القلق بيزيد لأن أنت ما أخدتش خطوة فعلية. طيب السؤال الأهم: إزاي نوقف الوحش ده وهو لسه صغير؟ هقول لك على طريقة من 3 خطوات بسيطة جدا، بس هي قوية جدا. عايزك تعتبرها اللي هي مفتاح إطفاء جهاز الإنذار. الخطوة الأولى إن أنت تسمي أول حاجة لما بتحصل القلق نفسه، يعني قول في جملة صغيرة وواضحة: ده قلق، دي حاجة مش حقيقية. التسمية هنا بتفصل بينك وبين الإحساس، بدل ما تقول أنا في خطر فبتقول أنا عندي إشارة خطر. فرق كبير جدا، لأنك أنت لما بتسميه بتاخد خطوة لورا وبتبدأ تسترجع التحكم تاني. تاني خطوة: اسأل سؤالين بيكسروا التضخم ده كله. بدل ما تسأل إيه هو أسوأ حاجة ممكن تحصل، اسأل إيه الدليل الحقيقي إن ده هيحصل، إيه أقرب تفسير واقعي. مثلا في موضوع الرسالة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية ده، الدليل الحقيقي إن هو بس الراجل اتأخر في الرد، لكن التفسير الواقعي ممكن يكون هو مشغول، أو موبايله بعيد، أو مش شايف، أو تليفونه سايلنت. السؤالين دول بيرجعوا العقل من فيلم خيالي اللي كان عايش فيه على أرض الواقع مرة تانية. الخطوة التالتة والأخيرة إن أنت تتحرك حركة صغيرة دلوقتي. القلق بيعيش في سكون، بيحب إن هو يعيش في هدوء. اعمل حاجة، أي حاجة صغيرة في اتجاه صح. لو أنت قلقان مثلا من شغل، اقعد اكتب أول سطر فيه. لو أنت قلقان من الامتحان، ذاكر أول 10 دقايق بس.
لو انت قلقان من مكالمة حضر 3 نقط هتقولهم في المكالمة دي. الحركة الصغيرة بتبعت رسالة لدماغك إن اللي هو أنا بتصرف، أنا مش عاجل. وده لوحده بيقلل جهاز الإنذار ده. قبل ما نختم بقى خلي بالك إن الهدف مش إن القلق يختفي تماما، ده مش مستحيل يحصل. الهدف إن أنت ما تسمحلوش إن هو يكبر ويبقى وحش، خليه مجرد إشارة وأنت اللي تقرر تعمل بيها إيه. لو الفيديو ده مش حاجة جواك، جرب ال3 نقط دول في موقف واحد، واكتب لي في التعليقات إيه أكتر موقف بيضخم القلق عندك. لو حابب السلسلة دي تكمل اعمل لايك واشترك وفعل الجرس، لأن الحلقة اللي جاية هنتكلم عن إن إحنا ليه بننجذب للشخص الخاطئ. أشوفك على خير إن شاء الله. سلام.